كلمني على ايه اللي اتغير فيك كأب لما محمود والله حجازي طبعاً. قبل يوسف وبعده، هل يعني في حاجه اتغيرت؟ طبعا يعني هو ده شعور انساني بحت يعني. حاجه كده انت بتبقى منك تبدا تفكر تفكير بشكل تاني، انت بتحب حد اكتر منك قوي ومستعد تعمل اي حاجه في الدنيا علشانه، وفي نفس الوقت بتبقى نفسك تنجح الدبل علشان تحقق له حاجات انت ممكن ما تكونش كانت متوفره لك، حاجات كتير قوي يعني. احاسيس كلها لذيذه جدا، ويعني يا رب يا رب كل الناس تحس بالشعور اللذيذ ده، ويكرمهم ويكتب لهم كل حاجة حلوة ويفرحوا بولادهم. ممكن تفكر مرتين النهاردة بعد يوسف وجوده ان في اختيار دور معين تحط في بالك ممكن يوسف يشوف الدور ده قدام فهي لازم يشوفه بشكل كويس؟ والله طبعا النقطة دي مهمة جدا، انك ودايما بتبقى شغلني كمان ان هو شعور ابني هو زي شعور برضو جمهوري في فكرة ان هيشوفني ازاي، فاهم؟ او انا هسيب له ايه. يعني دايما انا هسيب لاسمي برضو ايه، ما هو في الاخر اسمي هو ريليتد هيرجع لابني ان هو اللي شايله. فدايما انا بشوفها ان لا، معزة اللي انا بقدمه هو سواء بسيبه لابني وانا بسيبه لجمهوري بسيبه لنفسي، فكلها كونكتد ببعض يعني باكج واحد. طب انت مع التربية الحديثة ولا على قديمه؟ لا انا مع الاثنين يعني. طبعا في التربية الحديثة فيها حاجات كتير قوي ايجابية، هي بس فكرة احنا في اصول، ما هي التربيه الحديثه باصول. فاهم؟ انك تحترم الكبير، انك ما تتعداش حريات الاخرين. الحاجات دي كلها هتخلي حد ستيبل، حد طالع مستقيم، يعرف اصوله، يعرف دينه كويس، يعرف ايه الصح من الغلط يعني. وطول ما هو في حياته هيبقى بيكتشف نفسه مراحل طبيعيه جدا جدا جدا. انا مع التربيه الحديثه باصول. طب احنا هنتخيل تاني مع بعض تخيل بسيط كده، احنا بنصور في 2025 والحلقة هتنزل في 2025. تعال نتخيل مع بعض ان يوسف قرر يفتح وليكن يوتيوب في 2040 وكتب الفنان محمود حجازي وطلع له فيديو ده الحالي اللي احنا بنتكلم فيه. لا خالص ازاي عشان هيلاقي حاجات كلها، فاهم انت؟ في فيديوهات معموله انا مش دعوه بيها، عارف مالناش دعوه، اللي هو ما هو هيجيله بقى ولا مش عارف هيحصل فيها ايه. لا هو داخل يتفرج عليك وهو كده ممكن نقول عنده 16 سنه مثلا. لا او حاجه مبسوط والله، هيقول لي انت لحقت عملت الحاجات دي. طب حلو، احنا نعتبر ان هو دلوقتي فاتح في 2040 مثلا وفي رساله انت بتوجهها له ويوسف عنده النهارده 16 سنه، ممكن تقول له ايه؟ الله بقول له بحبك حلوه دي صح؟ طبعا بحبك قوي وبفخور بابوك كده، هو تعب قوي في حياته، وان اعمل اللي انت بتحبه ودايما خليك واثق في نفسك اعمل كل حاجة بصح وحب الناس وحب اللي انت بتعمله وربنا يكتب لك الخير وخلي بالك من نفسك. هو بحبك جدا.